هتجرب النهارده سناكس التسعينات اللي بابا كان بيحبها، نشوف هي كمان هتحبها ولا لا. هنبدأ بقى بالنواعم اللي كنت تحط البسكوتايه في كوباية الشاي بلبن تقع جوه وما تطلعلكش تاني. وخلاص بقى موضوع التوك ده انا اتعودت عليه وبقيت انا اللي ارميها لها. بصوا والنبي شعرها عامل زي المجانين ازاي، والنواعم ما عجبهاش بقى وما رضيتش تاكل منه فدخلتها على اهلاوي على طول. وسبحان الله ده اللي عجبها، مع ان انا كنت بحب النواعم جدا اكتر من اهلاوي بكتير كمان. دخلنا على اللي بعده بقى، كانت هوهوز، ودي كانت معشوقتي الاول والاخير. خدت منها قطمة صغننة قد بقها وعجبتها جدا، تقولي دي تحفة يا بابا. حاول بقى اخدها منها علشان نجرب اللي بعدها، تمسك فيا مش عايزة تسيبها ابدا. اقول لها اقعدي بس جنبي نجرب اللوكس، تقولي لا سيبني بس كده اروح انا اجيب الوهوز وبعد كده نجرب اللي انت عايزه. خد انت كل الورقه وانا هاكل الكيكه. اديتها البسكوتايه في ايديها، تقول لي يا عم ماشي هاتها راضيك انا، بس بص الفرق بين الاتنين. بدات بقى تاخدني على قد عقلي وتاخد مني كمان البسكوتايه التانيه، بس كل ما تيجي تاكل من الهوز. قال يعني انا كده مش شايفها بتشغل عليا دماغها وهي لسه ما كملتش السنتين حتى. قلت لها بس مفيش حاجه هتخليكي تسيبي البتاع اللي في ايدك دي غير ام قلب ابيض. وقمت فاتح لها انكزايه ومدوقها حته منها ونشوف بقى هي هتعمل معاها ايه. وحرفيا بقى هي الحاجه الوحيده اللي طعمها ما اتغيرش من ساعه ما طلعت لحد دلوقتي وعجبتها جدا. قول لي بقى انت كنت بتحب ايه زمان ودلوقتي ما بقاش موجود. ما تنساش بقى تحط لها قلب وتعمل لها فولو لو لسه مش متابعها.